أخوي الشيباني. مرحبا يا ابو سامي. أخونا أبو فهد يبي يخضعها للوزن ويفعلها، فاعلات فاعلات فاعلات. هذه القصيدة وزنها من الذهب ليس من الكلام. يا سلام. أشهد شهادة حق إن هذه القصيدة الرائعة من أروع ما سمعت وقرأت من القصائد في وصف الإبل، سواء كان من الأولين أو الآخرين. صحيح لقد قال قبلك ربما أروع، ولكنني كمهتم بدراسة وفهم التراث لم أسمع شخصيا أجمل من هذه. فيا للجزالة ويا للعمق ويا للتمكن التام من حيث المبنى والمعنى والمغنى. قصيدة فلة كجوهرة نادرة، أحسدك عليها أيها المبدع.